بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم أيها الأحبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ما يعول عليه. نحتاج إلى هذه الوقفات في حياتنا، نحتاج إلى هذه اللمسات في معاملاتنا حتى تكون معاملات قابلة للعرض على الله، صالحة لأن تكون حجة لنا بين يدي الله تبارك وتعالى. فأعمالنا ومعاملاتنا يجب أن تكون معاملات إقبال في إطار من الأدب مع الله والأدب مع الناس والأدب مع الكائنات كلها. هذه الروح، روح الأدب مع الله، روح الخشية والتواضع وروح الإقبال بأدب، هي على الحقيقة ديدن المؤمن الذي تلقى أنوار التزكية، فتزكت نفسه وتهذب طبعه وارتقت روحه، فكان صاحب إحسان في كل شيء. ولذلك علم السلوك، علم الأخلاق، هو علم الإحسان، هو مقام الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حينما تعبده كأنك تراه تصبح لك أحوال راقية جدا في المعاملة. الأخلاق هي من الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن عبدته كأنك تراه وإن عاملت الخلق كأنك ترى الله، لا بد أن تكون إنسانا صالحا مصلحا حيث أنت. إذن هنا تكون من أهل الأدب لأنك تراقب الله تبارك وتعالى في كل الشؤون. هذا الحال يأتي بالتزكية والتربية والصحبة الطيبة المباركة لتصبح في أخلاقك صاحب مخزون يعول عليه. طبعا لا ندخل على الله تعالى إلا بالعبودية والفقر ونسأله أن يقبلنا بمحض فضله، لكن من الأدب أن نقبل عليه ونحن بين أيدينا ما شرعه الله على الكيفية التي شرعها الله. لذلك الشيخ الأكبر سيدي محي الدين بن عربي في هذه الرسالة يوجهنا في رسالة الذي لا يعول عليه، يحذرنا مما لا يعول عليه وينقلنا إلى الفهم الدقيق للأحوال والكشوفات والعبادات والطاعات حتى تكون على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، فتقبل عليه بما أمر الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، كما قال ربنا في الحديث القدسي. فتقبل عليه بما يحب سبحانه جل في علاه، بما يرضاه سبحانه جل في علاه، وهذا محض أدب هو في غنى عن طاعتنا، في غنى عن عبادتنا. لكن نحن نحتاج إلى أن نقف في حلة من الأدب. الأدب يقول عنه الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى في رسالته هذه اللطيفة، يقول: الأدب إذا لم يجمع بين العلم والعمل لا يعول عليه. هذا الأدب الذي نتحدث عنه الذي هو روح العبادات، والسالك إلى الله تعالى لا بد له من الأدب، وإلا لا يقبل في مضمار السير إلى الله. قالوا: لا بد للسالك من أدب في سيره، ومن لا أدب له لا سير له. الأدب هو الذي يرقيك لتكون صاحب علم مقبول وعمل مبرور. إذا نجمع بين العلم والعمل، العلم والعمل في حلة الأدب، هذا هو المطلوب وهذا ما يعول عليه. الأدب إذا لم يجمع بين العلم والعمل، العلم والعمل لا يعول عليه. العلم أن تعلم وتتعلم، ولكن أن تضع علومك على أرضية من الأدب. فإذا كنت صاحب أدب في تعلمك وطلبك للعلم، فإنك وقتها لن تعجب بنفسك ولن تقول أنا عالم وأنا أعرف، بل ترى أنك كلما تعلمت كلما ازددت خشية لله، كلما تعلمت علمت يقينا أنك جاهل، كنت جاهلا بهذا الأمر، فلا تعجب بنفسك. كما قال الإمام الشافعي: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما بجهلي. أنا لم أكن أعرف هذا الأمر، إذا كنت جاهلا فأتواضع. هذا هو العلم الذي يوضع على أرضية ماذا؟ أرضية الأدب. ولذلك كانت والدة الإمام مالك ترسله إلى مجالس العلم، تقول له: اذهب إلى شيخك ربيعة وتعلم من أدبه قبل علمه، اجعل الأرضية أدبا واجعل العلم فوقها فتستفيد من هذا العلم. إذن الأدب أولا ثم تتعلم، فإذا تعلمت على أرضية من الأدب كان عملك صحيحا سليما مقبولا مبرورا مباركا. علم يورث لنا عملا
سليما يعول عليه، الجمع بينهما. وهنا يصبح العمل فيه لمحة الأدب، فيه جمال الأدب. ويقول أهل الحكمة في هذا السياق: الأدب في الخدمة أعز من الخدمة. هذه الخدمة التي تقوم بها، هذه الطاعة، هذه الخدمة، هذا الخير الذي تقدمه للأمة، هذا البرور بوالديك، هذا الإحسان لأبنائك، إذا خلا من الأدب ربما لا تتقبله القلوب. خدمة ولكن أو إنفاق لكن بمن خلا من الأدب، ولكن بتفضل خلا من الأدب، بكبرياء، بعجرفة، هذا عمل وإن كان في الأصل عملا طيبا لكن نزعت منه روحانية الأدب فكان غير مقبول. لذلك الأدب فيه أعز منه، فقالوا الأدب في الخدمة أعز من الخدمة. وإذا ما كان عملك مع علمك مشمولا بالأدب فهي إشارة أن عملك مقبول. يقول أهل الحكمة: الأدب في العمل علامة قبول العمل. فإذا وفقك الله للأدب، يعني قمت بالإنفاق وأنت لا تريد أن تظهر، وأنت لا تريد تصفيقات مثلا، فإذا وفقك الله لذلك وأنفقت يمينك وشمالك لا تعرف ماذا أنفقت، فضلا عن الناس أن يعلموا ماذا فعلت. واليوم تجد الكثير من الناس ينفقون ويأخذون الصور بالسيلفي ويجعلونها في منصاتهم ويريدون التباهي بهذه العبادة. أين الأدب هنا؟ هذه إشارة خطيرة. فإذا كنت على عكس ذلك من الإنفاق مثلا بإخلاص وبأدب وبمراعاة من تنفق عليهم ولا تشعرهم أنهم يحتاجون لك، وأنت تجبر الخواطر، ومن مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركته ألطاف الله في المخاطر. هذا جمال، هذا الجمال من الإسعاد ومن العطاء من غير عجرفة ولا رياء ولا تكبر، يجعلك من أهل الأدب. هنا اعلم أنك قد حزت إشارة من إشارات القبول. فإن الأدب في الخدمة وفي العمل علامة للقبول، علامة قبول هذا العمل وقبول هذه الخدمة. إذن الأدب يحتاج منا إلى علم وإلى عمل، ولذلك الأدب يرقي عملك. فالعمل قد تصل به إلى جنة الله تبارك وتعالى، جميل، لكن الأدب يرقيك ويوصلك بالله، فتشهد بصمات الحق في الخلق من خلال الأدب. ولذلك قال أهل المعرفة: العبد يصل بطاعته إلى الجنة، ويصل بأدبه في طاعته إلى رب الجنة. ولذلك احذر مما لا يعول عليه، واحرص على ما يعول عليه. دمتم في خير وأدب وعافية.